السلام عليكم حبايبي طلبة دفعة 2027. وصلنا لنهاية كورس التأسيس. النهاردة الفيديو الأخير، الفيديو رقم 9 اللي بيتكلم عن جزء البلانت. ركز بقى معايا علشان البلانت خلاص ده ليسون 3 في شابتر 2 وهنتكلم عن البلانت. البلانت ناس كتيرة بعد كده بتشتكي منه، فعايزين بقى نظبط كده ايه المعلومات الأساسية بتاعتنا عن البلانت علشان إن شاء الله بعد كده يبقى ماشي معانا بسهوله وسلاسه. في البدايه انا بس نتكلم عن ان البلانت محتاج يعمل نيوتريشن. نيوتريشن يعني ايه؟ تغذيه. وعشان البلانت يقدر يعمل النيوتريشن فاكيد محتاج ان هو يعمل فوتوسينثيس بروسيس، عمليه البناء الضوئي اللي بنعرف عنها من واحنا في ابتدائي. حضرتك البلانت دلوقتي علشان يقدر يعيش ويعمل الاكل بتاعه هتبص تلاقي ان هو لازم يعمل فوتوسينثيس. طب دي هيعملها ازاي؟ البلانت بيبقى محتاج شويه ريكوايرمنتس، بعض المتطلبات اللي هيقدر من خلالهم يعمل الفوتوسينثيز، وهو ان البلانت يا سيدي محتاج يابزورب الووتر، محتاج كمان ياخد كربون دايوكسيد من الاتموسفيريك اير، وفي وجود السان لايت عارف ان في بيجمنت اسمها كلوروفيل في الليفز بتمتص الضوء، في وجود كمان المينرال سولتس. هتبص تلاقي ان البلانت بدا يعمل الفود بتاعه اللي هو بيكون جلوكوز، ويخرج كمان اكسجين خارج طبعا البلانت. طبعا دي الايكويشن مش موزونه، يعني هنبسطها خالص، احنا بنكتب المعادله بشكل مبسط. مفروض ان المعادله الكامله بيبقى فيها داخل ووتر في الرياكتنس وطالع ووتر في البرودكتس، لكن مش مشكله، احنا بنبسط الدنيا علشان نبقى عارفين ان في requirements for photosynthesis، عندنا متطلبات للفوتوسينثيز، ودي يا سيدي اللي بتكون ووتر، بتكون كمان كربون دايوكسيد، حضرتك هتلاقي في سان لايت، هتلاقي في كمان مينرال سولتس. طيب بعد ما البلانت يقدر يعمل فوتوسينثيز هيصنع ايه؟ قلت له والله بقى تعال نشوف البرودكتس. المتطلبات بتاعه الفوتوسينثيز هتكون هي جلوكوز، وعندك كمان الاكسجين جاز. طيب هو ازاي النبات هيقدر يابزورب الحاجات دي؟ هيمتص الحاجات دي ازاي؟ قلت له يعني مثلا الووتر عن طريق الروتس، الميه هيتم امتصاصها عن طريق الجذور، وده هوضحه لك ازاي. طيب السي او 2 هيحصل عن طريق الليفز غالبا، يعني هتلاقي ان في ستوماتا، فتحات صغيره موجوده في الليف، فتحات اسمها ستوماتا موجوده في الليف علشان تعمل جاز اكستشينج وتتخلص من الميه عن طريق الووتر فيبر لو في ميه زياده، فهنتكلم عن الفتحات دي. المهم ان الفتحات في الليفز. والسان لايت برضو بيتم امتصاصها بشكل اساسي عن طريق الليفز، لان الليفز بتكون لونها اخضر فيها كلوروفيل. اما المينرال سولتس هتلاقي ان بيتم امتصاصها مع الميه عن طريق الروتس. الجلوكوز اللي بيطلع بعد كده هتلاقي ان هو بيتم نقله في الفلويم زي ما قلنا قبل كده في المحاضره الثالثه، وهيبدا ان هو يتوزع على كل اجزاء النبات. والاكسجين البلانت ممكن يستخدم جزء منه في انتاج الانرجي ويطلع الباقي، هيعمل شويه من الاكسجين ايروبيك ريسبيريشن ويطلع الباقي لينا عشان احنا نقدر نتنفس. فمبدئيا كده ده كان كلامنا عن الجزء بتاع الفوتوسينثيز. بص كده الكلام عندك اهو عشان وانت بتذاكر، بيقول لك ان النبات بيعمل عمليه اوتوتروفيك نيوتريشن. مش اول مره نسمع عن اوتوتروفيك نيوتريشن، دي معناها بالعربي تغذيه ذاتيه، يعني بيعرف يعمل اكله بنفسه. لما كنا بنتكلم عن جزء الكلاسيفيكيشن او التاكسونومي شفنا كلام كان اسمه اوتوتروفيك وهيتروتروفيك. اوتوتروفيك يعني تغذيه ذاتيه النبات بيقدر يعملها، يعني بيها فوتوسينثيز مش لوحده، هو والجرين الجي اللي طبعا برضو الطحالب الخضراء اللي بتقدر تمتص الضوء وتعمل فوتوسينثيز. طب عشان تعمل فوتوسينثيز ادي الريكوايرمنتس، المتطلبات اللي اتكلمنا عنها، وهتلاقيها برضو هنا متلخصه عندك في الصوره اهو، حاجات داخله الى النبات. هيخرج بقى هنا بعض البرودكتس زي الجلوكوز، وده طبعا هيكون مصدر للانرجي، بنعتبر ان هو الاورجانيك فود، ومعاه كمان الاكسجين. ادي كربون دايوكسيد، ووتر، في وجود اللايت انرجي اهو امتصينا الضوء، طلعنا الجلوكوز ومعاه كمان غاز الاكسجين زي ما حضرتك شايف. تعال بقى نتكلم دلوقتي عن هو ازاي النبات هيقدر يمتص الميه، يقدر يمتص الاملاح، يقدر يمتص الضوء. اولا كده النبات بيقدر ان هو يمتص الووتر عن طريق الروتس. ركز بقى معايا في الكلام اللي جاي ده، وتعالى نشوف الروتس هيبقى فيها ايه علشان النبات يعرف يمتص. اولا كده لما تيجي تبص للروتس هتلاقي ان الجذر بتاع النباتات بيبقى طالع منه امتدادات صغيره جدا كده، وهي الروت هيرز. يعني الصغيرين دول اسمهم روت هيرز، شعيرات جذريه. اللي مش متخيل المنظر كده، المره الجايه لما تجيب جزر
بص كده مثلا في الجزره من تحت هتلاقي شويه شعر صغيرين طالعين منها كده، ما دي هيرز، روت هيرز اهو. ده الروت نفسه وطالع منه هيرز. بص بقى الطبقه الخارجيه كالعاده في اي كائن، بص انا هشاور فين، دي كده اسمها ايبيديرمس، دي كده اسمها ايبيديرمس. انا عايزك تكون عارف ان دي برضو طبقه بشره، بشره يعني طبقه خارجيه. فعلا قلنا الحصه الاخيره ان الجلد برضو بتاعنا هيكون عنده ايبيديرمس كبشر. طيب النبات برضو عنده ايبيديرمس، يعني دي البشره. فدلوقتي خلينا نقول ان الروتس هيبقى عندها روت هيرز. الروت هيرز شعيرات جذريه بتكون ممتده extend from root epidermis من البشره بتاعه الروت، ودي يا شباب بيكون عددها كبير علشان تقدر تمتص اكبر قدر من الميه. عايزك تكون عارف برضو ان في عندنا layers، طبقات تانية in root. بدايتها زي ما اتفقنا اهو طبقه الابيديرمس، ورا الابيديرمس على طول هتلاقي في طبقه اسمها كورتكس، ودي طبقه فيها خلايا اكتر. ابيديرمس ده اللي هو الصف الخارجي، بعد كده في كورتكس، وبعد كده بقى هتروح للحاجات اللي زي الزايلم. ليه بقى؟ علشان لما الميه تعدي من الروت هير، خلي بالك، وتبدا ان هي تدخل الى الابيديرمس الكورتكس، هتلاقي هنا الزايلم اللي بيبدا ينقل الميه لفوق. ما هو ما تنساش وظيفه الزايلم، ان الزايلم يا سيدي كان بيعمل ترانسفيرز، بينقل الووتر and mineral salts from root من الجذور to stem and leaves إلى الساق وكذلك الأوراق. فيا شباب ده هنا كان الزايلم. طيب بص معايا كده على الجزء ده عشان وانت بتذاكر. خلينا نتكلم عن الابزوربشن بتاع الووتر والسولتس. الووتر والمينرال سولتس بيمتصوا من السويل في الجرين بلاند عن طريق تايني اكستنشنز، امتدادات بسيطه. هذه الامتدادات بتكون اسمها روت هيرز اهو. ادي يا باشا الروت هير، او بشكل هنا جذر حي، ادي الروت هير. هتبص تلاقي هنا الروت هير طالعه من طبقه اسمها ايبيديرمس اهي اللي هي البشره. ولو ركزت بص البشره اللي هي الخضراء من بره دي في حاجه اسمها كورتكس اهي، وفي النص في الزايلم اللي بينقل الميه لفوق. طيب يا مستر هينقلها فين؟ قلت له والله المفروض ان هو ينقلها للليف. اشمعنى؟ عشان الليف هي اللي المفروض يا جماعه تعمل عندنا فوتوسينثيز. هل الليف بس هي اللي بتعمل فوتوسينثيز؟ لا، تعال اوضح لك، وبالمره كده هنرسم الليف ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. يبقى انا حاليا عايز بقى ابدا اتكلم عن هو الفوتوسينثيز هيحصل فين. فخلينا نقول ان في تو سايتس فور فوتوسينثيز. المكان الرئيسي هو اكيد الجرين ليفز، وكلنا عارفين الكلام ده. الفوتوسينثيز بيحتاج ضوء، واللي بيقدر يمتص الضوء هي الجرين ليفز لان فيها كميه كبيره من الكلوروفيل. فالجرين ليفز هي المين سايتس. هل بس الجرين ليفز هي اللي بتعرف تعمل كده؟ قلت له لا، هتلاقي عندك كمان بعض انواع السيقان اللي بيكون لونها اخضر وبنطلق عليها هيربيشوس ستيمز. ايه دي يا مستر؟ سيقان عشبيه خضراء. لا تاني كده ايه بتقول ايه؟ بقول لحضرتك ان في عندنا سيقان عشبيه خضراء اسمها يا شباب جرين هيربيشوس ستيمز. ايه دي؟ ساق البقدونس والجرجير والملوخيه، الحاجات دي مش الساق نفسه الاخضر؟ قلت له يبقى دي جرين هيربيشوس. في يا جماعه الشجر اللي بنشوفه في الشارع ده هتلاقي ان الستيمز بتاعته بتكون وودي يعني خشبيه طبعا. يبقى يا جماعه دلوقتي الاماكن بتاعت الفوتوسينثيز الليفز والستيمز، وهنضطر بقى ان احنا ندرس الليفز وبعد كده هندرس الستيمز ونشوف الدنيا هتكون ماشيه ازاي. تعال نبدا مع بعض دلوقتي اولا كده بالليفز. هنتكلم عن الاوراق، وهنتكلم دلوقتي عن الاستراكشر اوف ليف. بص بقى، لو فحصنا تحت الميكروسكوب ترانسفيرز سيكشن، يعني ايه يا مستر؟ ترانسفيرز سيكشن يعني قطاع عرضي. مش فاهم يعني ايه؟ يعني يا سيدي لو احنا افترضنا ان احنا معانا الليف بالمنظر ده، قلت له قال لي نقدر ان احنا نفحص جزء منها، نقطع كده جزء منها ونبدا نفحصه تحت الميكروسكوب. بنسميه ترانسفيرز سيكشن او اختصارا تي اس. هتشوف المصطلح ده بعد كده، تي اس ان ليف. يبقى احنا كده قطعنا جزء من الليف وبنفحصه تحت الميكروسكوب. الشكل بتاع الليف هيكون عامل ازاي؟ هرسمه، ولكن
قبل ما ارسم عايز اقول لك ان الليف هتلاقي ان هي بتحتوي على contains 3 tissues، 3 انسجه رئيسيه. النسيج الاول ابيديرمس برضه. الله يا مستر، هو مش الابيديرمس ده كان في الروت؟ حبيب قلبي الابيديرمس معناها بشره، الطبقه الخارجيه. احنا كبشر او حتى الانيمال عندهم طبقه خارجيه اسمها ابيديرمس. الروت عنده طبقه خارجيه ابيديرمس، والليف عنده ابيديرمس، حتى الاستيم هيكون عنده ابيديرمس. فالمهم ان في ابيديرمس. طب في ايه كمان؟ قال لي اهم تيشو بقى هيعمل فوتوسينثيز اسمه ميزوفيل. مش مشكله نركز مع اسمه ميزوفيل، ده نسيج وسطي كده اسمه بالعربي وهقول لك ليه. اما ثالث حاجه عندنا فهيكون الفاسكولار تيشو. فاسكولار يعني ناقل، وتيشو نسيج، النسيج الناقل. وتعالى اكلمك عن كل واحد. الابيديرمس البشره هنقسمه لحاجتين، ابر ابيديرمس ولور ابيديرمس، يعني هيبقى في بشره عليا وبشره سفلى لان احنا هنرسم دلوقتي. الميزوفيل ده هو المسؤول عن انه يعمل فوتوسينثيز. هتلاقي فيه حاجتين، حاجه اسمها باليزد لاير وحاجه اسمها سبونجي. باليزد تيشو وسبونجي هكلمك عنهم دلوقتي. الفاسكولار تيشو هيحتوي على حاجتين انت سمعت عنهم قبل كده في كورس التأسيس بتاعنا، وهم الزايلم والفلويم المسؤولين عن النقل. تعال نبدأ دلوقتي بالقصة بتاعة الابيديرمس ونعرف هيبقى شكله عامل ازاي هو والميزوفيل. هنبدأ نرسم بقى. تعال نرسم دلوقتي الاستراكشر بتاع الليف وعنا على الثلاث حاجات دول ونشوفهم. بنرسم شكل توضيحي، يعني مش هنرسم برضو بشكل مفصل قوي، كده كده هنشوف الشكل عندك. وهتلاقي ان احنا عندنا هنا كده ادي الابيديرمس، هنعتبر ان ده الابر ابيديرمس، وهنبدا نرسم بعد كده اللور ابيديرمس. هنرسم هنا اللور ابيديرمس اهو، يعني اللي انا هقوله ده كده مش هنركز معاه، بس دي خلايا من نوع البارينكيما، نوع خاص كده من البارينكيما. هتلاقي ان هو بيكون مرصوص عندي في 1 لاير في صف واحد، والخلايا متجاوره بالمنظر ده. بس هنا في حاجتين لازم نخلي بالنا منهم. الحاجه الاولى ان يا اساتذه هتلاقي في فتحات في الورقه. يعني ايه؟ في فتحات صغيره، خلينا نقول اهي ان هي هتعمل اماكن هيكون يا جماعه اسمها ستوماتا. بص بقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بفتح هولز صغيره، بقول لحضرتك تاني هيكون اسمها ستوماتا. بص الابر ابيديرمس واللور ابيديرمس الاثنين عندهم ستوماتا، بس بصراحه هنلاقي ان اللور ابيديرمس فيه ستوماتا اكتر. يبقى يا جماعه دلوقتي بنسمع عن مصطلح جديد في البلانت ليف اسمه ستوماتا. معلش بقى ايه هكلمك عنه كده وبعد كده نرجع تاني. يبقى يا جماعه في مصطلح اسمه ستوماتا، ودي بتكون عباره عن تايني هولز، فتحات صغيره in leaf epidermis. طب ايه الفايده منها؟ ليه في فتحات بتعمل ايه؟ قال لي والله هتلاقي ان الاستوماتا دي هدفها ان هي to get rid of excess water، بتتخلص من الميه الزياده. وعايزك تكون عارف ان دي اسمها ترانسبيريشن، واتكلمنا عنها قبل كده، مش اول مره نتكلم عن الترانسبيريشن، مش ريسبيريشن. ترانسبيريشن دي كانت في اول حصه تاسيس، معناها عمليه التخلص من الميه في صوره بخار، اهو التخلص من بخار الماء، وده طبعا عن طريق الفتحات اللي موجوده في الورقه. طيب ايه كمان؟ هل ليها لازمه ثانيه؟ قلت له بتعمل كمان جاز اكستشينج، تبادل غازات. في بعض الاحيان تلاقي ان الورقه بتطرد CO2 وتاخد O2. لو احنا بنتكلم عن بالليل الورقه بتعمل سيلر ريسبيريشن، هتلاقي ان هي بتطلع كربون دايوكسيد، ما هي ما بتعملش فوتوسينث فبتطلع كربون دايوكسيد بالليل، وتاخد اكسجين عشان تعرف تعمل ريسبيريشن او الانتاج بتاع الطاقه ستيرر ريسبيريشن. اما بالنهار هتبص تلاقي انها بتطلع لنا اكسجين عشان احنا نتنفس، وتاخد كربون دايوكسيد، فده كده اسمه جاز اكستشينج. معلومه كمان عن الاستوماتا ان هي هتلاقيها منتشره spread in lower epidermis. بما ان احنا عرفنا خلاص ان في upper epidermis بشره عليا وبشره سفلى، هتلاقي ان هي موجوده على اللور epidermis اكتر من الابر epidermis. يبقى يا شباب كده ده كان عندنا الايه معلومات عن الاستوماتا، اللي هي الفتحات اللي احنا سبناها هنا دي سواء في الابر او اللور ابيديرمس. دي الحاجه الاولى اللي كنت عايز اكلمك عن الابيديرمس فيها. الحاجه الثانيه عايزك تكون عارف ان الابيديرمس ده بيتغطى
بطبقه من الواكسز. ايه يا مستر الطبقه دي؟ الطبقه دي يا حبيبي هي مش اول مره نتكلم عنها. طبقه الواكسز دي هتبقى اسمها كيوتين، كيوتين او كيوتين او كيوتيكل. الطبقه دي مهمه. حد فاكر الواكس كان لازمته ايه؟ الواكس ده يا جماعه كان بيمنع الووتر لوس، بيمنع فقد الميه. الكلام ده قلناه في كورس التاسيس في اول حصه. النباتات بيبقى عندها ووتر في الليفز، مش عايزه تفقدها. طب عشان تحافظ عليها تبص تلاقي ان هي عندها واكس، عندها شموع فوق منها. طبعا دي هنا خلايا بتتحكم في قفل وفتح الاستوماتا، ليها اسم مش موضوعنا تكتبه، اسمه جارد سيلز، بس سيبك منه. وهتلاقي ان هي بتفتح وتقفل. يبقى احنا حاليا رسمنا الابيدرمس، ودلوقتي نقدر نسمي. هنا عندنا ابر ابيدرمس، وهنا هيكون عندنا lower epidermis. وفي الحالتين هتلاقي ان هم covered with keratin layer اللي هو عبارة عن واكس عشان يمنع فقد المية. هتلاقي عندك كمان الفتحة دي كده اسمها ستوما، ستوما فتحة جمعها ستوماتا، وهتلاقي انها بتفتح وتقفل عن طريق الجارد سيلز اللي هي البيضة دي. ما علينا. ده كده بالنسبة للاستوماتا وبالنسبة للكيوتين. اقول لك شويه ملاحظات وبعد كده هنكمل باقي اللايرز. كميه الكيوتين بتتغير من نبات لنبات. يعني خلينا نقول ان الكيوتين ده بفكرك تاني ان هو بيمنع الووتر لوس، صح؟ مظبوط. عايزك تبقى عارف ان الكيوتين thickness، السمك بتاع الكيوتين ده هتلاقي ان هو vary او differ from a plant to other، من نبات لنبات تاني. ازاي يعني؟ قال لي يعني لو انت بتتكلم مثلا عن ديزرت بلانت، نبات صحراوي، هو عايش في ظروف صعبه جدا ومش عايز يتخلص من الميه، فهتبص تلاقي ان الديزرت بلانتس، النباتات الصحراويه، عندها واكس كتير، عندها كيوتين كتير، عندها ثيك لاير اوف كيوتين. ليه؟ علشان تقدر تعمل كيب للووتر انسايد ذير تيشوز. اما لو رحت لحد مثلا زي الاكواتيك بلانتس، يعني ايه اكواتيك يا مستر؟ اكواتيك بلانتس اللي هي النباتات المائيه، اقول لك ان هي ما عندهاش اصلا كيوتين. ليه؟ يا ابني هي قاعده في الميه، انت خايف تفقد ميه؟ ما تفقد، ما هتعرف تجيب غيرها. فخلي بالك من الملاحظات دي. يبقى يا شباب ده كله كان تبع جزء احنا بنتكلم عنه اهو اسمه ترانسبيريشن. والترانسبيريشن ده يا شباب هو عمليه التخلص من الميه. من مصلحه النباتات الصحراويه انها عايزه تقلل الترانسبيريشن، لازم تقلل الترانسبيريشن. اما الاكواتيك بلانت فمش فارق معاها. يعني خلينا نقول هنا من الملاحظات بتاعتنا، ركز بقى في الكلام اللي جاي ده. من الملاحظات بتاعتنا لو احنا عايزين نعمل ريليشن ما بين الكيوتين ثيكنس، سمك طبقه الشموع، مع الترانسبيريشن ريت، مع معدل الترانسبيريشن، ايه رايك؟ ايه رايك؟ دايركت ولا انفرس؟ قلت له بص يا سيدي، كل ما سمك الكيوتين يزيد هتبص تلاقي ان الترانسبيريشن ريت بيقل، معدل الترانسبيريشن، لان الكيوتين ده بيمنع اصلا فقد الميه. هو الترانسبيريشن ليه علاقه بدرجه الحراره؟ بص يا عم، لو انا دلوقتي كنبات عايش في مكان درجه حرارته عاليه جدا، بتكلم بقى هنا مش قصه ديزرت واكواتيك، بتكلم عن النباتات العاديه. لو انا دلوقتي درجه الحراره عاليه عندي لازم اعمل ترانسبيريشن اكتر. انت كبني ادم فاكر حصه امبارح كان في دايركت ريليشن ما بين التمبريتشر بتاعه الاتموسفير والسويتنج ريت. كل ما تكون موجود في درجه حراره اعلى هتلاقي نفسك بتعرق اكتر عشان العرق يتبخر وتخفض درجه حراره جسمك، لان العرق وهو طالع بياخد من الحراره بتاعه جسمك. نفس الفكره هنا. لو النبات موجود في بيئه حاره جدا ومنطقه يعني مشمسه جدا، لازم يزود معدل الترانسبيريشن، لان يا جماعه هو بيمتص حراره كتير، والحراره الكتير دي ممكن تعمل دامج للتيشوز بتاعته. طب يقدر يسيطر على الموضوع ازاي؟ قال لي والله هتلاقي ان هو بيعمل ترانسبيريشن كتير. يعني من الملاحظات بتاعتنا برضو ان احنا ممكن نعمل علاقه ما بين الاتموسفيريك تمبريتشر في علاقه مع الترانسبيريشن ريت. الترانسبيريشن ريت هتلاقي ان العلاقه بينهم هنا علاقه دايركت. عموما عشان كده هتلاقي ان في نباتات لو مش عايزه تعمل ترانسبيريشن كتير تبدا تقلل الليفز بتاعتها. يعني على سبيل المثال هتبص تلاقي ان بعض النباتات بتعمل ديكريز للنمبر اوف ليفز.
لو قل عدد الليفز في النبات هيقل معاه طبيعي جدا النمبر اوف ستوماتا اللي هي الفتحات. ولو قلت الفتحات معدل فقد الميه او معدل الترانسبيريشن بيقل. يبقى اذا يا جماعه دي كلها ملاحظات لازم نكون واخدين بالنا منها وعارفين عنها كتير. يبقى لو عدد الليفز زاد هتلاقي ستوماتا كتير، يبقى النبات بيعمل ترانسبيريشن كتير. انما اذا قل عدد الليفز هتلاقي ان عدد الستوماتا بيقل، هتلاقي ان معدلات الترانسبيريشن برضه بتقل. فده هنا كده بالنسبه لبعض الملاحظات على الليف. وخلي بالك احنا لسه ما كملناش الرسم بتاعها. يبقى احنا حاليا عندنا الاماكن الرئيسيه للفوتوسينثيز هي الليفز، وعندك كمان الهربيشوال سيستمز اللي هي السيقان العشبيه. طيب الليف بتتكون من 3 تيشوز، ابيديرمس ودي بدانا كلام عنها وخلصناه. ادي البشره هتلاقي عندك ابر ابيديرمس ولور ابيديرمس، ده كده ايه؟ ده الابر ابيديرمس. وده مين؟ ده اللور ابيديرمس. ومن فوق سواء ابر او لور هتلاقي في كميه من الكيوتين اللي هي عباره عن واكس، الهدف منها انها تمنع الووتر لوس. طيب في كمان قال لي هتلاقي ان انت عندك فتحات اهي. الفتحات دي اللي هي اسمها ستوماتا لو جمع، ومفردها ستوما. دي يا سيدي هتسيب ان النبات يفقد بعض الميه طبعا على حسب الظروف. بص هنا الابيديرمس، خلينا نقول ان كل ابيديرمال لاير زي ما انت شايف كده، كل طبقه من الابيديرمس هتكون 1 رو، صف واحد من خلايا من البارينكما. هتلاقي ان الاكسترنال وول بتاعهم عنده طبقه واكسي اسمها كيوتين، وهتلاقي ان في فتحات اسمها ستوماتا. من الملاحظ ان الفتحات دي عند اللور ابيديرمس هتكون اكتر من الابر ابيديرمس، يبقى الفتحات في الابر قليله، في اللور اكتر. بص كده، الكيوتين هي ماده واكسي impermeable material to water، يعني ماده غير منفذه للميه، ماده ما بتعديش الميه. يبقى كلمه impermeable material to water يعني ماده غير منفذه للميه. هتلاقي انها بتحافظ على الووتر جوه الليف تيشوز، جوه الانسجه بتاعه الورقه. الاستوماتا عباره عن ايه؟ قلت لك هي عباره عن بورز، فتحات في الابيديرمس بتعمل جاز اكستشينج اهو، وكمان هتلاقي ان هي بتتخلص من الميه الزياده عن طريق عمليه اسمها الترانسبيريشن اللي هي عمليه التخلص من الميه. الاستوماتا يا مستر في اللور ابيديرمس اكتر من الابر ابيديرمس، اتكلمنا في الموضوع ده. الكيوتين بيزيد في النباتات الصحراويه، الديزرت بلانتس اهو. زي مين بقى؟ قلنا نديك امثله، زي الكاكتس اللي هو نبات الصبار، والفج اللي هو التين، تين الشوك يا جماعه، هتلاقي برضو عليه واكس. يغيب الكيوتين عن الاكواتيك بلانت. اكواتيك يا جماعه يعني نباتات مائيه. اشهر نبات مائي اللي ما ينفعش تطلع ثالثه سنه وانت مش عارفه اسمه ايلوديا. يبقى الايلوديا ده هو اشهر نبات بيعيش في الميه، هيتردد عندك دايما في الاسئله بعد كده في منهج ثالثه. دي عندك هنا حاجات ممكن تزود الترانسبيريشن ريت. ايه بقى يا مستر؟ قال لي لو زاد عدد الاستوماتا. ما هو طبيعي جدا ان الفتحات بتزود عدد الاستوماتا، كل ما الاستوماتا تزيد هتبص تلاقي الفتحات تزيد، الاستوماتا تزيد، الترانسبيريشن يزيد. او زياده درجه الحراره، اذا زادت درجه الحراره هتبص تلاقي معدل الترانسبيريشن برضه بيزيد، والهدف ان النبات يخفض حرارته. او ان انا اقلل الكيوتين زي النباتات الاكواتيك. اذا في كيوتين كتير يبقى الترانسبيريشن بيقل، اما لو ما فيش كيوتين او كيوتين بيقل هتبص تلاقي ان انا بزود الترانسبيريشن. عشان كده عملنا العلاقه ما بينهم علاقه انفرس. كده خلصنا الابيديرمس ونخش بقى على تاني واحد وهو الميزوفيل. تعال بقى نشوف الميزوفيل بيقول ايه، وده تاني تيشو عندنا في الليف. عشان الناس اللي تاهت اللي سرحت ركز يا باشا معانا، احنا بنتكلم دلوقتي عن البلانت ليف، عن الورقه بتاعه النبات. واتفقنا ان الورقه هتلاقي ان هي بتتكون من 3 حاجات رئيسيه، من 3 مين تيشوز. كنا شفنا الابيديرمس، ودلوقتي هنروح بقى للميزوفيل. اهو يا باشا الميزوفيل عايزين نتكلم عنه ونشوف ايه باليزد وسبونج دول. ال3 تيشوز دول الوحيد فيهم اللي بيعرف يعمل فوتوسينثيز، عشان بس نبقى عارفين الميزوفيل. يعني الابيديرمس ما بيعملش فوتوسينثيز، هتلاقي ان انت عندك برضو الفاسكولار تيشو ما بيعملش فوتوسينثيز. الميزوفيل بيعمل فوتوسينثيز عن طريق الباليزد تيشو، ودي بتكون خلايا بارينكما، بتكون مرصوصه جنب بعض كده بالمنظر ده، عاملين 1 رو، عاملين صف واحد اهو. ما بينهم مسافات، لكن مسافات بتكون مش كبيره قوي. طيب ايه كمان غير الباليزد؟ يبقى اللي قدامك ده باليزد بيتميز ان هو بيكون بيربنديكولار، باليزد بيربنديكولار على الابيديرمس. في مين كمان؟ قال لي والله في عندنا برضو سبونجي، والسبونجي دي خلايا، بص بقى اسفنجيه، دي يعني خلايا متباعده شويه اهو. تلاقي الخلايا بتاعتها
ما بينها وما بين بعض سبيسز، وده كده يعرفني ان هي خلايا من النوع بتاع البارينكيما، لان هو النوع الوحيد اللي كان فيه ما بينه ومن بعض مسافات مش مترصف فيها ماده. طيب عموما ده كده اسمه سبونجي. يبقى في باليزد وسبونجي اهو يمين وشمال، والاثنين على بعض بيعملوا الميزوفيل. ودول بقى خلي بالك بيكون عندهم كلوروفيل، دول اللي بيكون عندهم جرين بلاستيد، وبالتالي يقدروا ان هم يعملوا ابزورب لللايت ويقدروا يعملوا فوتوسينثيز. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا بقى الفاسكولار تيشو. الفاسكولار تيشو ده بيكون هنا زايلم، وتحت منه بيكون فلويم. الزايلم ناحيه الابر ابيدرمس والفلويم ناحيه اللور ابيدرمس. بيعملوا الزايلم والفلويم، لا انت المفروض عارف، مش اول مره نتكلم في الموضوع. الزايلم بينقل الووتر والمينرال سولتس اللي امتصت من الروتس لحد ما توصل للليفز، والفلويم هتلاقي ان هو هينقل بقى دلوقتي الاكل اللي هيتكون جوه خلايا الميزوفيل الى كل اجزاء النبات. لو انت مركز في الرسمه عندك كده هتلاقي ان هنا في خلايا ما بينها وما بين بعض السليلوز. لو انت مركز كده الخلايا اللي ما بينها وبين بعض السليلوز دي هتبقى خلايا كولينكما، وهي خلايا مرنه جدا هدفها تدعيم الورقه. يبقى يا جماعه علشان الجزء ده مش عايز اطول عليك فيه كتير، المهم بس اعرف الاساسيات. احنا عندنا الابيدرمس ده ادينا له حقه لان هنهتم بيه في ثالثه. الميزوفيل عندك اهو ادي هتلاقي فيه باليزد، خلايا بارينكي ما بينها وبين بعض مسافات انت شايف، وده هنا سبونجي، والاثنين دول بيكونوا الميزوفيل الوحيد اللي بيعرف يعمل فوتوسينثيز. اهو انت بتذاكر هتلاقينا بنتكلم عن الميزوفيل بيبقى موجود ما بين الابر واللور ابيدرمس. الباليزد ناحيه الابر ابيدرمس بربنديكولار عليها، والسبونجي بتكون ناحيه اللور ابيدرمس بتكون تحت. هتلاقي اهو الباليزد والسبونجي، ودول عباره عن بارينكيما. واحب اعرف حضرتك ان هم قادرين على امتصاص الضوء ويقدروا ان هم يعملوا الفوتوسينثيز بروسيس، عمليه الفوتوسينثيز. طيب في ايه كمان؟ قال لي الفاسكولار تيشو، وده يا سيدي اللي فيه الزايلم واللي فيه الفلويم زي ما اتكلمنا قبل كده. طيب فين الزايلم والفلويم هنا عشان برضو يكون عندك فكره؟ هتلاقي ان الزايلم اهو ناحيه الابر ابيدرمس، والفلويم اهو ناحيه اللور ابيدرمس. طب ما فين الكولينكما اللي انا كلمتك عنه؟ بص هنا اهو في سيلولوز ما بين الخلايا. يعني بص هنا في مسافات اهو عشان دي بارينكما، فطالما المسافات فاضيه ومفيش ترسيب يبقى ده بارينكما. انما الناحيه دي في سيلولوز فده بيكون كولينكما. وانت عارف يعني لو مذاكر محاضره التاسيس الثالثه كويس هتلاقي ان الكولينكما ده يا جماعه كان نسيج عنده مرونه كبيره جدا. فده هنا كده بالنسبه للجزء بتاع الليف. وتعالى بقى نروح بعد كده ازاي هنقل في النبات، وده من خلاله هنخش على الزايلم. هتنقل في النبات ازاي؟ دي حته مكرره زي ما انت شفتها قبل كده، اللي هي ايه بقى؟ هنقول ايه؟ بقول لحضرتك دلوقتي ان انا عندي ووتر ومينرال سولتس، دول لازم يتنقلوا. هيتنقلوا من فين؟ في الزايلم. يعني الروت لما يمتصهم من السويل لازم انقلهم فوق. اللي بينقلهم الزايلم، وانت مش اول مره تتكلم عن الزايلم، احنا متكلمين عن الزايلم قبل كده. بينقل الووتر اهو اللي امتصت من السويل الى الليفز والستيم. مش اي ستيم، الستيم الاخضر بيعرف يعمل فوتوسينثيز زي ما قلنا، هربشوس اهو فهيقدر يعمل فوتوسينثيز. طيب بعد ما اعمل الفوتوسينثيز السوليبل برودكتس اللي هو مثلا زي الجلوكوز، انا مش هسيبه في الليف بس، انا عايز انقله لكل مكان. فهبدا ان انا انقله عن طريق الفلويم. بص بينقل الفود اهو من الليفز لكل الاماكن. يعني لو خدت بالك هتلاقي اهو ادي الفود بيتنقل في السيف تيوبس بتاعت الفلويم الى كل الاماكن زي الروتس وزي الستيم وزي الفروتس زي ما حضرتك شايف. فده هنا كده كان بالنسبه للنقل. وتعالى بقى نروح على الاستراكشر اوف ستيم. بالنسبه للستيم بقى عندنا، عايزك بس تبقى عارف كده قبل ما اشوف تفاصيله ان اصلا في 2 تايبس اوف ستيمز. يمكن لسه قايلهم وانا شغال. في نوعين يا جماعه من الستيمز. في سيقان لونها اخضر، دي سيقان عشبيه، وفي سيقان خشبيه بيكون لونها اصفر. فانا عايز اقول لك ان في وودي ستيمز، ده كده هتكون سيقان خشبيه زي الاشجار اللي بنشوفها في الشارع. وعندك كمان في هربشوس ستيمز اللي هي السيقان العشبيه، ودي بقى على فكره بتاعت البقدونس والجرجير والملوخيه وهكذا، ودي بتعرف تعمل فوتوسينثيز نظرا لان هي خضراء ففيها كلوروفيل، يعني بتعرف تمتص الضوء. طب تعال نشوف الستيم عندنا بيتكون من ايه وبيحتوي على ايه. والجزء ده فيه تفاصيل زياده شويه، يعني مش عايز اتكلم فيها كتير فهنعديها بسرعه. انا هركز على الحاجات المهمه.
فمش هرسم طبعا الستيم زي الليف لان الستيم ده هياخد وقت طويل جدا في الرسم. الستيم اول طبقه عندنا هي ابيديرمس. بص هتلاقي نفس الكلام، يعني هتلاقي الابيديرمس هو برضو 1 رو، صف واحد من خلايا بارينكيما. هتلاقي ان هي متغطيه من فوق بالكيوتين. عايز بس اقول لحضرتك حاجه، ان الكيوتين بيغطي الهربيشوس ستيمز. الكيوتين بيغطي الهربيشوس ستيمز وملوش دعوه بالنوع الثاني بتاع الودي ده. يعني طالما انت شفت كيوتين تبقى عارف ان اللي قدامك ده من السيقان الهربيشوس. طيب ايه كمان؟ هتلاقي بعد كده اهو الصف ده تحت منه الكورتكس. يعني انت عندك ابيديرمس زي ما شفنا في الروت، ورا منها كورتكس. بص الكورتكس بقى فيه ايه؟ شويه خلايا كده على السريع. كولينكيما ده هتلاقي فيه سيلولوز. كولينكيما هتلاقي فيه سيلولوز. ليه؟ عشان يدي سبورت ومرونه. بارينكيما عرفت منين؟ انا عايزك تلاحظ الفرق. بص هنا ما بين الخلايا الفراغات حاطينها سودا، ليه؟ عشان ده ترسيب السيلولوز. انما هنا ما بين الخلايا هتلاقي الفراغات لونها ابيض، لان ده طبعا الفراغات دي هتدخل او هتسيب طبعا ايه حاجات زي التهويه وهكذا. المهم ان ده بارينكيما يعني ما فيش ترسيب. فالكورتكس اديك شايف اهو كولينكيما وبارينكيما، وفي حاجه اسمها ستارش شيس. شيس دي يعني غلاف، باين من اسمه ده هيخزن نشويات، مش مشكله. روح بعد كده بقى على الفاسكولار سيلندر. الفاسكولار سيلندر ده بقى اللي هي اسطوانه وعائيه، دي بقى بتاعت النقل. بص فيها تفاصيل كتير، بص انا بعديها معاك اهو. هتلاقي في حاجه اسمها بيري سايكل، والبيري سايكل فيها فايبرز. الفايبرز دي الياف وهي نوع من انواع السكالارينكيما عشان بس تبقى عارف. في عندك بعد كده فلويم. بص الفلويم ده بقى هتلاقي ناحيه الابر ناحيه الابيديرمس فوق اهو. وفي عندك بعد كده زايلم تحت، يبقى في فلويم فوق وزايلم تحت. في حاجه اسمها كامبيوم، دي خلايا يعني صغيره في العمر، يعني مش صغيره في الحجم، صغيره في العمر، بتقعد تنقسم عشان تدي فلويم وزايلم. الكلام ده يا جماعه بنعديه كده على السريع، ما تركزش فيه قوي، يعني حاجات زي الكامبيوم دي مش مهم. عندك برضو في حاجه اسمها بس. البس ده للتخزين، وظيفته الستورج، بيخزن. في برضه زايلم بارينكيما اللي اتكلمنا عنها قبل كده ما بين الفيزلز والتراكيدز، سيبك بقى من الميدالر ريز، فدي كده بنعديها بشكل اسرع. بس بص معايا كده بقى في الابيديرمس، عشان وانت بتذاكر هتلاقي ان هو عباره عن 1 رو من خلايا بارينكيما. بارل يعني برميليه الشكل، برضه مش موضوعنا. الاهم انك تبقى عارف ان هي الاوتر وول في كيوتين لو كانت هربيشوس، لو وودي ستيم ما عندوش كيوتين. طب بعد كده في كورتكس، قلت له ده في كولينكيما، وانت راجل هنا دلوقتي بقيت استاذ وعارف ان الكولينكيما ده عنده السيلولوز. وفي بارينكيما، والبارينكيما يا سيدي ما عندوش اصلا اي ترسيب زي ما انت عارف. هتلاقي ان هي ما بينها وما بين بعض اهو سبيسز. بص خلينا في الحاجات المهمه، ما بينهم بعض سبيسز. وعندك تحت الستارشيس ده قلت لك هدفه التخزين. الفاسكولار سيلندر هتلاقي فيه بيري سايكل، ده فيه فايبرز، وقلت لك الفايبرز دي هي نوع من انواع السكالارينكيما، اذا بتدي سبورت، عشان الحاجات دي هندرس في اول طلعه علينا في المنهج البارينكيما والسكالارينكيما وهكذا. البس ده هتلاقي ان هو بيبقى بارينكيما للتخزين. المهم بقى عندك هنا حاجه اسمها فاسكولار باندل. بص ده المهم بقى، الفلويم والزايلم، وفي النص الكامبيوم ده مش مهم قوي، ده بيقعد ينقسم. بص ديفايد ويدينا فلويم جديد، سكندري فلويم وسكندري زايلم، يعني زايلم جديد وفلويم جديد. طب الفلويم هتلاقي ان هو ناحيه الاوتر بره في الفاسكولار باندل، بيتكون من سيف تيوب وكومبانيون سيل والكلام ده انت عارفه. الزايلم هتلاقي ناحيه الانر، ناحيه جوه اهو، الزايلم باتجاه جوه. هتلاقي ان هو عندي في الفيزلز والتراكيدز والزايلم بارينكيما. دي بعض الملاحظات بعرف حضرتك اهو ان في نوعين من الستيمز، الهربيشوس العشبيه والودي الخشبيه. حاجه كمان الزايلم مثلا، قلت له ايه؟ الزايلم لقيناه موجود في الروت وفي الستيم والليفز. عايزك تبقى عارف ان كلهم متصلين مع بعض عاملين نتورك. على فكره كمان الفلويم، ما انت عارف بص ان الزايلم اللي بيجي من الووتر اللي بتيجي من السويل دي هتدخل الروت، ومفروض ان الروت ينقل الميه في الزايلم. فالزايلم بتاع الروت هتلاقي ان هو متصل بالزايلم بتاع الستيم والليفز، وده عامل نتورك. وبرده الفلويم موجود في الروت والستيم والليفز، وعاملين شبكه نقل يا باشا جوه النبات بشكل عام. فده هنا كان الستيم. وتعالى بقى ندخل بعد ما تعرفنا على الاجزاء بتاعه البلانت على جزء تاني، وهو السنسيشن، الاحساس في النبات. بنتكلم دلوقتي يا شباب عن جزء مهم بقى، وهو السنسيشن، وده هنلاقيه في النبات. بص احنا عندنا جزء اسمه الموفمنت بلانت في منهجنا. سنسيشن الاحساس،
هيوصلنا للحركه. ما هو بص هنا في نبات غريب جدا. احنا عندنا صورتين لصور الاحساس او صور الحركه. اول حاجه نبات غريب قوي يا جماعه اسمه نبات الميموزا. ايه يا مستر نبات الميموزا ده؟ بالعربي اسمه نبات المستحيه. نعم مستحيه، ده كمان زمايلك اللي بياخدوا المنهج بالعربي بيقولوا عليه نبات الست المستحيه. انت عارف يعني ايه مستحيه؟ يعني مكسوفه. فازاي يعني نبات بيتكسف ازاي؟ بص بقى النبات ده غريب جدا. النبات ده يا سيدي لو جيت قربت من الليفز بتاعته من الوريقات، بص ده بيفور تاتش عنده ليفلت صغيرين. بص هنا كانوا عاملين ازاي؟ كانوا في الاوريجينال او الهوريزونتال بوزيشن بتاعهم. بمجرد ما اتلمسوا بص اللي حصل، الليفلتس بداوا ان هم يعملوا كولابس كلوز تو ايتش اذر، يعني يقربوا as if they are wilted، كانهم اصابهم الذبول. ده نبات غريب جدا. ايه ده؟ في نبات كده؟ في نبات كده. يعني ازاي بيحصل الكلام ده؟ ده اللي لسه هنشرحه بقى ونشوفه. اولا كده الميموزا ورقته مش ورقه عاديه، يعني الورقه المعتاده اللي احنا نعرفها برسمها كده يا حبيبي دي سامبل ليفز، بس دي مش بتاعتنا هنا في الميموزا. الورقه في الميموزا غريبه، ورقه كومباوند. انت ساعات بتشوف زيها. بص هي الورقه بتبقى فيها وريقات صغيره، يعني اللي انا برسمه لك ده هتلاقي كل اللي انا رسمه دي ليف. طب ايه دول بقى؟ دي اسمها ليفلتس، وريقات. يبقى الليف الكبيره تتكون من ليفلتس وريقات صغيره. فخلينا نقول اهو ان الميموزا عندها اوراق كومباوند. كومباوند يعني ايه؟ هتلاقي ان هي مركبه يعني فيها تفاصيل كتير ومعقده. بنيت ريشيه عامله زي الريشه اهو، هتلاقي فيه طبعا طالع منها يمين وشمال شبه الريشه. هتلاقي انها بتستجيب للتاتش وده اللي كلمتك عنه، والاغرب كمان انها بتستجيب للداركنس للظلام. هكلمك عن الموضوع دلوقتي. طب يا مستر الكلام ده بيحصل ازاي؟ قلت له بص كده ليه اللي حصل عندنا مع التاتش. بيقول لك اهو if you touch mimosa leaflets، لو انت لمست وريقات الميموزا they collapse equal close، معناها تقترب. هتبص تلاقي ان الوريقات بتقترب من بعض بشكل سكسيسيف ورا بعض as if they are wilted، كأنها ذبلت، كأنها دبلت. وده شيء غريب جدا. عندنا بقى حاجة كمان هتلاقي ان هي عندها استجابة للظلام. بص يا باشا الورق ده هتلاقي ان الوريقات بتاعته هتلاقي ان هي مفتحة قوي بالنهار، وده كأنها صاحية، كأنها بتمثل awakening movement. اول ما الدنيا تضلم بص الفرق، بص الوريقات اللي كانت هوريزونتال بقت عامله ازاي. هتلاقي ان هي بدات تتدلل للاسفل، بدات ان هي دروب داون، كانها راح تنام. يبقى ده نبات غريب جدا نبات الميموزا ده. وفي على فكره نباتات كتير في بعض الليجيونز وبعض البقوليات نفس الكلام. بص النباتات دي في الداركنس في الظلام هتلاقي الوريقات كلوز يعني تقترب زي ما قلنا من بعض، وده بيعبر عن سليبنج موفمنت يعني نوم. وفي الداي تايم هتلاقي ان هم ريتيرن باك، بيرجعوا مره ثانيه للاوريجينال بوزيشن، للوضع الاصلي. هتلاقي ان هم هيلد ان هوريزونتال بوزيشن، بيرجعوا في وضع هوريزونتال مره ثانيه، وده بيعبر عن حركه يقظه، بيعبر عن كانهم صحيوا. فدي نباتات غريبه. طب يا مستر ايه بقى اللي بيفسر الكلام ده؟ ده عشان تالتة بقى يا حبيبي. اللي بيفسر الكلام ده هي حركه الميه ما بين الخلايا. مش فاهم؟ قال لي يعني باللمس في ميه بتتحرك من اماكن معينه، بمجرد ما بتلمس كده في كيميكال سيجنالز بتخلي الميه تتحرك، ولما الميه بتتحرك من مكان لمكان ممكن تخلي مكان معين الميه تزيد فيه فيتدلل للاسفل. المهم ان الحركات دي كلها اصلها الميه، لان كمان دقايق هندخل على حركات جديده هيكون ليها علاقه بالهرمونز في البلانت. انما هنا دلوقتي الميموزا سواء تاتش او داركنس الفكره كلها هنا منهم الميه. الميه يا جماعه زي ما قلت لك بتبقى موجوده في بعض الاماكن تخلي الاوراق هوريزونتال. اول ما المس تلاقي ان الميه بدات تتحرك من مكانها تروح لاماكن معينه تخليها كانها بتتقل فتبدا تنزل وهكذا. فده هنا كده بالنسبه للاستجابه عندي لنبات الميموزا للتاتش وكذلك الداركنس. هنروح بقى دلوقتي لموضوع مهم جدا وهو التروبيزم، وخلي بالك ده هياخد معظم الحصه وعندنا الجزء ده مهم قوي الثالثه. من اهم الاجزاء في حصه النهارده بقى جزئيه التروبيزم. يعني ايه يا مستر اصلا تروبيزم بالعربي؟ تروبيزم معناها انحناء. عايز اسم تاني او معنى يفسرها بالانجلش ممكن اقول لك كيرفيتشر. اما المسمى العلمي ليها هو فعلا تروبيزم. ازاي يعني؟
بص يا سيدي، في العاده وفي الغالب مفروض يعني انك لما تيجي تزرع بلانت، بفترض اهو ان ده بلانت بوت، قصريه زرع كده، مفروض يا سيدي ان البلانت لما الليفز بتاعته تنمو هتبص تلاقي ان بيحصل عندي جروس للستيم ابورد. بس انا عايز اقول لك حاجه، الكلام ده ليه شرط ايه؟ لو البلانت معرض للصن لايت من كل الجهات بشكل ايكوالي، يعني لو كل اجزاء النبات بتتعرض للضوء بشكل تمام، هتبص تلاقي ان البلانت بينمو كده. مش شرط على فكره البلانت يفضل ينمو بالمنظر ده. مش فاهم. كتجربه غريبه جدا لو عملناها، ان احنا يا جماعه جبنا وودن بوكس، جبنا ساق او جبنا بوكس خشبي، وفتحنا فتحه هنا كده، قلت له تمام، وبعدين قال لي جبنا برضو بلانت بوت حطيناه هنا، وادي البلانت والليفز بتاعته والروتس وهكذا. وخلينا يا جماعه ان الضوء بيدخل الى البوكس من هذا الاتجاه فقط. حصل حاجه غريبه جدا، بعد فتره لقينا يا جماعه ان الستيم ما بقاش بينمو لفوق. لا لا لا، ده غلط الكلام ده. الستيم ينمو لفوق لو كان الضوء جاي له من كل الجهات. بعد كذا يوم لقينا ان البلانت، بص، هو بيعمل جروس ما اختلفناش، ولكن اخذ اتجاه الستيم بتاعه، اخذ اتجاه انه يروح للضوء. بص كده ايه اللي حصل؟ ما بقاش بينمو الاعلى، ما بقاش بينمو فيرتيكالي، امال ايه؟ بقى بيعمل بيندنج توورد ذا لايت سورس. ولو رحت بصيت للروت هتبص تلاقي ان الروت بدا ينمو في الاتجاه ده، يعني بدا يبعد عن الضوء. ده شيء غريب جدا. ايوه، ما هي دي ظاهره التروبيزم. تروبيزم يا شباب معناها كيرفيتشر، معناها انحناء، او ممكن نقول عليها بيندنج اوف بلانت بارتس، اجزاء النبات. زي مين يا مستر البلانت بارتس دي؟ زي الستم وزي الروتس. يبقى هو انحناء لاجزاء النبات زي الستم وزي الروت. هينحنوا ازاي؟ قال لك توورد باتجاه، اور اواي some factors، بالقرب او بالبعد عن بعض العوامل. من ضمن العوامل دي اللايت، الضوء. من ضمن العوامل دي هيكون الجرافيتي، الجاذبيه. ومن ضمن العوامل دي هيكون الووتر، الميه، او الرطوبه اللي بنقول عليها مويستشر. لا يعني احنا شفنا الضوء، طب الجاذبيه دي ازاي؟ القصه بتاعت الجاذبيه دي ازاي؟ تعال افهمك. لو احنا يا جماعه البلانت بوت بدل ما احنا كنا حاطينها بالمنظر ده، لا انا هنيمها على جنبها. بدل ما هي محطوطه بشكل فيرتيكالي، لا يا عم، انا بقى هحطها بشكل هوريزونتالي. بص كده، يعني من الاخر كده نيمت قصريه الزرع بالمنظر ده. كنت فاكر وكنت معتقد ان هيبدا يحصل جروس، كنت فاكر ان الجروس بتاع الستيم هيفضل يمشي كده، وبتاع الروت هيفضل يمشي كده، الا ان ده ما حصلش. مع الوقت يا جماعه وجدنا ولقينا ان الستيم بدا ينمو لاعلى. الله، ده شغلانته. الله، بينمو لاعلى ليه؟ قلت له يا حبيبي بيبعد عن الجاذبيه، كده كده انت عارف ان الجرافيتي تحت. فاللي حصل هنا ان الستيم جروز اواي جرافيتي. يبقى هنا يا جماعه الستيم بدا ان هو بينمو اواي جرافيتي، بعدا عن الجاذبيه. ولو جينا هنا كده كسرنا البلانت بوت وشفنا الروت هيعمل ايه، هتبص تلاقي مع الوقت ان الروت بدا يدايركت الداون وورد، بدا يشوف الجاذبيه فين ويروح لها. يعني خليني اقول لك هنا اهو ان الروتس جرو toward gravity، بتنمو باتجاه الجاذبيه. يبقى يا شباب واضح جدا، واضح هنا جدا ان اللي بيحصل ان الستيم grows toward light، بينمو باتجاه الضوء. اما الجرافيتي هتلاقي ان هو بينمو بعيد عنها. طب هنا اللي حصل ايه؟ قلت له اللي حصل ان الروتس بدات تجرو اواي لايت، لكن من التجربه بتاعت الجاذبيه وجدنا ان الروتس بتنمو باتجاه الجرافيتي. طيب بالنسبه للووتر او المويستشر، قلت له برضه في تجربه ثالثه عملناها مع الميه. هتعمل ايه يا عم؟ قال لي بص، جبنا
بلانت بوت، والبلانت بوت ده كان بيحتوي على الدراي سويل، تربه جافه تماما. قلت له بعدين، قلت له جبت النبات وخليته يعني يتزرع جواها. طبعا النبات متضايق من قله الميه، وانت بتقول لي حاطط النبات ده في دراي سويل. قلت له تمام، طب وبعدين؟ قال لي بعدها بكام يوم بدات اعمل حاجه غريبه جدا. هتعمل ايه؟ قال لي بدات هنا اضيف ميه في الحته دي بس، يعني الحته دي اصبحت مويست سويل. يبقى دلوقتي النبات الروتس بتاعته بقى هنا في ناحيتين، في ناحيه ناحيتها دراي سويل، تربه جافه ما فيهاش ميه خالص، والناحيه الثانيه مويست سويل يعني تربه رطبه فيها ميه. وانت عارف ان الروتس محتاج يمتص الوتر. عارف ايه اللي حصل؟ قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي بعد كذا يوم لقينا يا جماعه ان البلانت بدات الروتس بتاعته تنمو باتجاه الميه، يعني النبات عدل من اتجاه النمو بتاع الجذور، وبدانا نشوف ان الجذور بتروح باتجاه الميه وتمتص الميه، وبالتالي بدات كده تعمل فوتوسينثيسيس بشكل اسرع. وبالتالي من الواضح جدا ان يا جماعه الروتس جرو توورد باتجاه الووتر اور مويستشر، الميه بتنمو باتجاه الميه او الرطوبه. عايز اقول لك حاجه هنا، وجدنا ان الستم is not affected في التجربه دي، لم يتاثر. اذا ده كله عشان افهمك ان في حاجه هنا، في ظاهره عندنا اسمها تروبيزم، والتروبيزم هي انحناء اجزاء النبات زي ما اتفقنا، روت وستم، ممكن يكون toward او away بعض الفاكتورز زي اللايت والجرافيتي والمويستشر. وده يخلينا ان احنا نقسم شغلنا على التروبيزم لثلاث عناوين. بص بقى، ممكن نتكلم عن الفوتو تروبيزم. فوتو يعني ضوئي، عارف انت الفوتو سينسز اسمه بناء ضوئي؟ قلت له اه. فوتو تروبيزم بقى معناه انحناء ضوئي. فوتو تروبيزم ده معناه بالعربي انحناء ضوئي للضوء. الستيم بيحب الضوء والروت بيبعد عنه. يعني هو بص، ممكن اقول لك ايه، بص المقوله دي بيقولوا عليها ايه؟ الستيم از بوزيتيف فوتوتروبيك. يعني ايه يا مستر فوتوتروبيك دي؟ يعني جايه من ادجكتيف من تروبيزم. لما اقول لك ان الستيم بوزيتيف فوتوتروبيك ده معناه ان الستيم جروز بينمو toward light باتجاه الضوء. طيب الروت قال لي الروتس ار نيجاتيف فوتوتروبيك. طب ليه يا مستر الروتس نيجاتيف فوتوتروبيك؟ قال لي يا حبيبي عشان الروتس هتلاقي ان هي جرو اواي لايت، بتبعد عن الضوء. طيب تاني عنوان عندنا، ما هو ليه علاقه بالجرافيتي بقى. لو الجرافيتي بتاثر بنسمي الموضوع ده جيوتروبيزم، بالعربي ممكن نسميه انحناء ارضي، يعني انحناء باتجاه ايه؟ الارض. قول لي انت، هو الستيم كان بيروح فين؟ توورد ولا اواي ذا جرافيتي؟ يعني الجذور لما يلنا النبات خليناه ينمو بشكل هوريزونتال، النبات نايم على الارض كده بشكل افقي، الستيم كان بيبعد عن الجاذبيه يطلع فوق. اذا يا جماعه لو عايزين ندي هنا كده كلام عن الستيم، خليني اقول لك ان الستيم از نيجاتيف فوتوتروبيك. ليه نيجاتيف؟ قال لي عشان الستيم جروز اواي، هتلاقي الستيم بينمو بعيدا عن الضوء، اواي لايت. طيب بالنسبه للروتس، قال لي الروتس بقى بتحب الجاذبيه، فهنقول عليها ايه؟ ار بوزيتيف فوتوتروبيك. اشمعنى؟ قلت له عشان الروتس جرو توورد لايت، هتنمو سوري لا ده مش لايت كمان، هتروح باتجاه الجاذبيه. اسف، دي هنا خليها جرافيتي وتحت برضه جرافيتي. يبقى طالما جاذبيه يبقى هنا away gravity وهنا برضه toward gravity. طب التالت بقى اللي له علاقه بالميه هنسميه ايه؟ هنسميه هايدرو تروبيزم. هايدرو يبقى مائي، وهنا خلينا نقول انحناء مائي. يعني ايه؟ قال لي يعني هتلاقي ان الروتس بس هي البوزيتيف هيدروتروبيك. اشمعنى؟ قال لي علشان الروتس جرو
toward water، بتنمو باتجاه الميه. طب يا مستر الستيم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ قلت له الستيم نوت افكتد باي ووتر. يبقى هنا خلي بالك اهو، الستيم ملوش دعوه، نوت افكتد باي سويل ووتر، ملوش دعوه بالكلام ده، وبالتالي لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. يبقى اللي انا قلته لك ده هي شواهد من خلال التجارب بتاعتنا، من خلال التجارب اللي احنا شفناها عرفنا كده مين فيهم هيكون بوزيتيف ومين فيهم هيكون نيجاتيف. وتعالى بقى نشوف ايه تفسير الموضوع ده. احنا قلنا ان الاحساس بالتاتش في الميموزا سواء التاتش او الداركنس كان ليه علاقه بايه؟ كان ليه علاقه بالووتر موفمنت. هنا الموضوع نوت ريلاتد تو ووتر خالص، والموضوع هيكون ليه علاقه ببلانت هرمونز، وده اللي وضحه لنا عالم يا باشا اسمه بويسن جينسن. تعال بقى نشوف ايه التفسير بتاع التروبيزم. فهروح لعنوان الاكسبلانيشن اوف تروبيزم، ليه بيحصل هذا الانحناء. وركز بقى عشان ده جزء مهم جدا في منهج ثالثه شابتر 1 وشابتر 2. بويسن جينسن يا جماعه ده عالم هو اللي شرح لنا التروبيزم. بص بقى ركز معايا، بويسن جينسن قال ايه؟ بويسن جينسن يا شباب شرح التروبيزم بسبب، قال لنا ان في يا جماعه بلانت هرمون. الكلام اللي جاي ده بقى على لسان بويسن جينسن. في بلانت هرمونز اسمهم اوكزنز. انا اسمع ان في هرمونات في البشر، هرمونات في الانيمالز تمشي في الدم، في هرمونات من نوع تاني في النبات اسمها الاوكزنز. وقال لك ان البلانت هرمونز اللي هي الاوكزنز دي هم يا جماعه اللي بيتسببوا في حدوث التروبيزم. امتى بقى؟ بص قال لي ايه؟ if they are unequally distributed، لو هم متوزعين بشكل غير متساوي in plant site. يعني هنا الراجل شايف ان في نوع من انواع الهرمونات النباتيه اسمه اوكزنز هو السبب في حدوث التروبيزم. حلو، ايه بقى الاوكزنز عشان افهم من بويسن جينسن؟ فتعالى لي كده على جنب، تعال نتكلم عن الاوكزنز شويه ونفهم مين الاوكزنز دي. اولا خلاص احنا عرفنا ان الاوكزنز هي عباره عن بلانت هرمونز. حلو، ليهم انواع كتير، انا بقول لك اوكزنز هم كتير. الموست كومون الاكثر انتشارا من الاوكزنز مركب اسمه IAA. مين ده يا عم؟ IAA هو اندول اسيتيك اسيد، اختصاره اسمه اندول اسيتيك اسيد. حبيب قلبي الاوكزنز دي اصلا هي مواد اورجانيك، هي اورجانيك سبستانسز. اورجانيك انت بقيت عارف يعني ايه اورجانيك، يعني عضويه من اول جزء لنا في كورس التاسيس. فالبلانت اوكزنز دي هرمونات شهرتها بالاي اي، ده اختصار لاندول اسيتيك اسيد. هي مواد اورجانيك بتفرز منين بقى في النبات؟ secreted by البلانت تب. يعني ايه يا مستر تب؟ تب يعني قمه النبات. وكمان البادز. يعني ايه يا مستر بادز؟ يعني البراعم النباتيه. لا ايه دول؟ هوضحهم لك دلوقتي بالرسم. يبقى هم بيفرزوا من مكانين اللي انا عايزك تعرفهم دلوقتي، التب القمه والبادز اللي هي البراعم، دول اللي بيفرزوا الاوكزنز. الاوكزنز هتلاقي ان هم افكت البلانت جروس، بيأثروا جدا جدا على النمو بتاع النبات. يبقى هنا يا جماعه الاوكزنز بيأثروا جدا على نمو النبات. عايز اقول لك برضو ان الديستريبيوشن بتاعهم is affected as distribution of auxins affected by external factors، بيتأثر جدا بالاكسترنال فاكتورز. ازاي يعني يا مستر تقصد ايه بالاكسترنال فاكتورز دي؟ قال لي يعني زي اللايت، الضوء بيأثر على الاوكزنز، والووتر بيأثر على توزيع الاوكزنز. يبقى شباب احنا حاليا بنتكلم عن حاجه اسمها اوكزنز، بقول لحضرتك معلومات عنها، وبقول لك دلوقتي انها بتتأثر باللايت، وبتتأثر كمان مثلا بالووتر، وبتتأثر برضو بالجرافيتي. ما هو عشان كده الفاكتورز دي تسببوا في حدوث التروبيزم بالنسبه للنبات. الكلام ده ازاي؟ فهمنا كده ايه اللي بيحصل، يعني ازاي الاوكزنز هيتأثروا. بص يا عم، لو احنا دلوقتي جينا رسمنا بلانت تب، مش فاهم ده فين ده؟ الستيم يا سيدي الساق، هتلاقي عنده القمه فوق اسمها تب. التب دي يا حبيبي بتبقى حاجه بسيطه كده ما بين 1 مللي الى 2 مللي في قمه الستيم، ده التب.
ده المكان اللي بيفرز الاوكسجينز، عشان بس نبقى عارفين كده وعلى نور، ده المكان اللي بيفرز الاوكسجينز. قلت له والله لو اللايت، ركز في الكلام، الاوكسجينز هنا، اذا اللايت جاي بشكل فيرتيكالي كده من فوق وكل حته في التب معرضه للضوء، عايز اقول لك بالمنظر ده ان الاوكسجينز هتكون equally distributed. فبص كده، الاوكسجينز are equally distributed if tip is exposed to light vertically. حلو؟ قلت له تمام. الفكرة بقى لو النبات تعرض إلى الضوء من جانب واحد، يعني بص لو احنا عندنا هنا كده ده التب، وبنفترض إن الضوء جاي من هنا، بنفترض إن الضوء جاي من هنا، إيه اللي هيحصل؟ اوعى تفتكر إن الأوكسجينز هتفضل متوزعة 50-50. الأوكسجينز بتهرب من الضوء. بص كده معلومة أهو، الأوكسجينز موف اواي لايت، بتهرب من الضوء. حبايبي اللي سرحوا، احنا بنتكلم عن التروبيزم اللي هو انحناء. فانا قلت لك ان في حاجه اسمها فوتوتروبيزم، انحناء باتجاه الضوء. لو انا معايا نبات الضوء جاي من هنا، مع الوقت الستيم بيروح باتجاه الضوء والروت بيبعد. احنا عايزين نفسر ليه. الموضوع ملوش علاقه بحركه الميه، الموضوع له علاقه بالهرمونات بتاعه النبات، واللي قال لنا الكلام ده عالم اسمه بويسن جينسن. فعرفنا مين الاوكسجينز، اتكلمنا عن طبيعتها، وبقول لحضرتك ان هم اصلا بيتاثروا بالضوء. الاوكسجينز بتفرز من التب، والاوكسجينز هتفضل متوزعه على الجوانب بنسبه 50-50 لو الضوء جاي من فوق. اما لو الضوء جاي من جهه واحده، خلينا نقول ان الاوكسجينز موف اواي لايت، بتبعد عن الضوء، ما بتحبش الضوء. لو جيت كده تبص للجانبين هتلاقي في جانب فيه اوكسجينز قليله وجانب فيه اوكسجينز اكتر بكتير. يعني على سبيل المثال the side which faces light، الجانب الذي يواجه الضوء، ممكن تلاقي هنا الاوكسجينز نسبتهم مثلا 35%، 35%. والناحيه دي the side away light هتبص تلاقي ان الاوكسجينز 65%. هتلاقي ان هم يعني النسبه بتاعتهم كانت 65%. انما لو الضوء جاي من فوق هتلاقي 50% اوكسجين على الجانبين، هيبقوا قد بعض. حلو، قلت له حلو، حتى الان كويس، فاهم، ماشي. طب بالنسبه للميه، قلت له بص، لو احنا بنتكلم عن تاثير الووتر بقى على الروتس، فاحنا عارفين ان الروتس بتحب الميه. لو احنا جينا نبص للتب اللي في الروت، الجزء الاخير بتاعها، وبقول لك ان في ووتر هنا، خلينا نقول ان الاوكسجينز بتحب الميه. يعني لو هنا في ووتر وهنا في دراينس، هتبص تلاقي الاوكسجينز ناحيه الووتر كتير وقليله ناحيه الدراينس. لو في ووتر في الناحيتين هيبقى التوزيع 50-50. يعني هنا برضو هقول لك 35% اوكسجين وهنا 65 اوكسجين. يبقى يا جماعه عرفنا ان الاوكسجينز موف اواي لايت، وخلينا اقول لك برضو ان الاوكسجينز موف توورد ووتر، بتتحرك باتجاه الميه. طب يا مستر لو البلانت كان هوريزونتالي، لو النبات كان كده، ايه رايك في الاوكسجينز؟ قلت له هتلاقي ان الاوكسجينز بتتحرك من فوق لتحت. هي دايما اصلا الاوكسجينز اتجاه حركتها دايما حتى من فوق وتبدا تديفيوز للاسفل. فانت دلوقتي لو خليت البلانت هوريزونتالي، if plant is placed horizontally بالمنظر ده، هتبص تلاقي ان الاوكسجينز are accumulated on lower surface. هتلاقي ان هم متراكمين في الجانب السفلي اكتر من الجانب العلوي. وهنا بقى بما ان الاوكسجينز بدات ما تتوزعش بالتساوي، ده اللي بيعمل unequal growth. تعال اقول لك ليه. بص يا سيدي، الاوكسجينز بيأثروا على النمو في الستيم، في الساق. الريلاتيف هاي اوكسجين كونسنتريشن، الاوكسجينز الكتير نسبيا
هتلاقي ان هم ستيميوليت الجروس او ستيميوليت السيل الونجيشن، بيحفزوا على استطالة الخلايا. ده فين؟ في الستيم. اما يا جماعة في الروتس هتبص تلاقي ان اذا زادت نسبة الاوكسنز الريلاتيف هاي اوكسين كونسنتريشن، هتلاقي ان هم انهبت سيل الونجيشن، بيوقفوا عملية الاستطالة بتاعة السيل. مش فاهم بقى؟ اصبر بقى عشان نبدأ نربط الدنيا في بعض. عايزين نبدأ نربط الدنيا في بعض. تبص دلوقتي على الستيم مثلا، ركز بقى عشان نربط ونفهم. خلي دول كده ظاهرين قدامك عشان تفهم. خلينا دلوقتي نتكلم عن ستيم. عم الحاج ده ستيم ساق اهو. وما تنساش ان الجزء اللي فوق بتاعه ده اسمه ايه؟ قلنا اسمه تب. حبيب قلبي لو الضوء جاي من فوق هنا كده، خلينا نقول توزيع الاوكسجين 50-50، توزيع الاوكسجينز 50-50. فيا استاذ هقول لك ان الجانب ده هيعمل الونجيشن زي الجانب ده. فبص بقى ركز معايا، انا نبات اهو والضوء جاي من فوق وانا عندي تو سايدز، ادي سايد وادي سايد. حبيب قلبي دلوقتي السايد ده فيه نسبه اوكسجين زي ده، والنسب العاليه من الاوكسجين كده كده بتخلي النمو يزيد. خلي النمو يزيد بالمنظر ده، الجانب ده هينمو زي الجانب ده. فتبص تلاقي ان النمو عندي بشكل فيرتيكالي ابورد. ايه ده؟ قال لي الجانبين زي بعض. طول ما الضوء جاي من فوق والاوكسجين يمين زي الاوكسجين شمال، خلينا نقول ان البلانت سايدز، الجانبين بتوع النبات، جرو ايكوالي، هينمو قد بعض. النتيجة هتلاقي ان البلانت جروز vertically، هينمو كده النبات vertically and doesn't bend، ولن ينحني، لا هينحني يمين ولا هينحني شمال، هيقعد يطلع على فوق على فوق على فوق، يمينه زي شماله مش فارقه. حلو حلو جميل زي الفل. يبقى كده النبات هتلاقي ان هو بينمو بالتساوي. ليه؟ ما هو معرض للضوء من الجانبين. طب بص نكمل. امال يا مستر لو الضوء جاي من جهه واحده بقى، معلش استحملني بقى، هنا اهو هنقول اهو، لو احنا يا جماعه معانا ستيم برضو والضوء المره دي جاي من جهه واحده، الضوء جاي من هنا، قلت له تمام، ايه اللي هيحصل؟ قال لي هتلاقي الاوكسجينز ايكوالي ولا ان ايكوالي؟ ان ايكوالي. ليه؟ لان الاوكسجين بتهرب من الضوء. هذا الجانب هتلاقي فيه اوكسجينز كتير اهو يا عم، يبقى هنا فيه اوكسجينز كتير، والجانب ده فيه اوكسجينز اقل. ها وبعدين قلت له يا حبيبي في جانب فيه اوكسجينز كتير وجانب فيه اوكسجينز اقل، وبالتالي هذا الجانب هينمو اسرع. ما هو الستيم بيحب الاوكسجينز الكتير، والجانب ده بينمو ابطا. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي نبات، ركز بقى معايا، انا نبات دلوقتي الضوء بنتخيل انه جاي لي من هنا، في ضوء جاي من هنا، هذا الجانب اللي انا ماسك فيه القلم ده، هذا الجانب exposed to light. اما هذا الجانب هتلاقي ان هو يعتبر جانب مظلم، دارك سايدز. الاوكسجينز بتهرب من الضوء، الاوكسجينز هتسيب الجانب ده وتيجي هنا اكتر، ده هيبقى فيه اوكسجينز كتير وده فيه اوكسجينز قليل. اللي فيه اوكسجينز كتير في الستيم هيحب ينمو اسرع. يبقى انا بقى عندي جانب بينمو بسرعه وجانب بينمو ببطء. تخيل انت كده المنظر، ده عايز ينمو وده مش قادر، ده عايز ينمو وده مش قادر، ده عايز ينمو وده مش قادر. تبص تلاقي مع الوقت ان الستيم بدا ينحني، بدا يروح باتجاه مصدر الضوء. لا تاني يا مستر بتقول ايه؟ بقول لك اللايت اهو، انا عندي جانب قصاد الضوء هتلاقي الاوكسجينز فيه قليله، والجانب اللي بعيد عن الضوء فيه اوكسجينز اكتر، ونتيجه لذلك مع الوقت بص بقى هتلاقي بدأ يحصل جروس بالمنظر ده. يعني ايه؟ قال لي يا ابني ما هو افهم، الجانب اللي فيه اوكسجينز اكتر، خلي بالك بقى الاوكسجينز بتقعد تعمل ديفيوجن اصلا وبتتحرك من فوق لتحت، وهتخلي ان هذا الجانب جروز اور elongate رابيدلي، هينمو او هيطول يعني بشكل اسرع. انما هذا الجانب فيه اوكسجينز اقل، الديفيوجن هنا اقل، انتشار اقل، فهتلاقي ان هو جروز اور elongate slowly. والنتيجه حصل ايه؟ قال لي نتيجه لذلك هتبص تلاقي ان اللي حصل ان بدا الستيم يعمل بند
toward a light source، باتجاه مصدر الضوء. كده الستيم بقى عمل بوزيتيف بوزيتيف فوتوتروبيك. ليه؟ راح للضوء يا عم. ما هو لو كان الجانبين بينمو زي بعض بنفس المقدار ما كانش فيه لا انحناء يمين ولا انحناء شمال، لكن هنا يا جماعه علشان الضوء دخل اثر على الهرمونات بتاعه النمو، خلاص ما هو مش هينفع ينمو زي بعض. انا هنا بتكلم معاك عن الستيم. طب وات اباوت روت؟ ما تنساش بس ان انا قلت لك من الاول ان الستيم بيحب الاوكسجينز الكتير، الروت العكس. زي كده واحد شخص مثلا بيحب يحط على الاكل ملح كتير، لما الاقي الاكل فيه ملح كده هتلاقي شهيتي مفتوحه عمال اكل. اما واحد تاني لو زودت له الملح في الاكل تلاقي لا والله يعني كده الموضوع صعب بالنسبه له، مش عارف ياكل، مش حتته دي. تعال نشوف الروت لو زاد عنده الاوكسجينز. هنرسم طبعا الروت ولكن ايه؟ هنرسمه بشكل عكسي. ادي الروت يا عم اهو. هنا التب. لو الضوء جاي على الروت من الجانبين زي بعض، يعني هنا ضوء وهنا ضوء، حتى واحد يقول لي هو في ضوء هيوصل للروت بشكل بسيط خالص، يعني بشكل بسيط خالص يخترق من حوايات التربه. عموما في الناحيتين في اوكسجين زي بعض، فهقول لك كده ان في جرو داونورد بشكل فيرتيكالي طالما الضوء جاي من الجانبين. انما اللي انا بقى عايز اشرحه لك، والله لو الضوء جاي من جانب واحد بس ايه الوضع هنا بقى؟ قلت له تعالى نشوف. لو يا جماعه مثلا الضوء جاي من هنا فقط، نفترض ان الضوء جاي من هنا فقط، انت عارف ان الاوكسجينز ما بتحبش الضوء، فهتبص تلاقي ان الاوكسجينز في الجانب البعيد عن الضوء بقوا كتير وهنا بقى قليل. ايه اللي هيحصل؟ قلت له يا حبيبي هتلاقي ان هذا الجانب فيه اوكسجينز كتير في الروت ما بيحبش الاوكسجينز، فهتبص تلاقي ان الجانب ده grows and elongate slowly، هينمو او هيطول بشكل ابطأ. اما هذا الجانب هتلاقي ان هو elongate rapidly، وبالتالي هذا الجانب هينمو اسرع. تخيل معايا كده المنظر، الجانب ده بينمو بسرعه والجانب ده بينمو ببطء. بالمنظر ده هتلاقي ان بدأ يحصل انحناء بعيد عن الضوء. فالنتيجه هنا كده ان الروتس grow away light، هينمو بعيدا عن الضوء. تعال نشوف الجزء ده كده مع بعض ونرجع نكمل شرح تاني على البورد دي. بس عشان ايه الناس ما تفصلش كده، ركز احنا قلنا ايه. تروبيزم يا سيدي هو حوار كبير ومحتاج طالب فاهم، وزي ما قلت لك عندنا في شابتر 1 الموفمنت ادبلانت فهنضطر نتكلم عن تروبيزم، وعندنا في شابتر 2 في منهج ثالثه الهرمونز وبرضه هنضطر نتكلم عن تروبيزم. هنا يا جماعه تروبيزم هو عباره عن كيرفيتشر يعني انحناء. هتعمل انحناء يمين للستيم او للروت بتاعت البلانت لما الجانبين يتعرضوا لواحد من الفاكتورز او الاستيمولاي. ستيمولاي يا سيدي يعني مؤثرات، زي اللايت وزي هيوميديتي يعني رطوبه، وزي الجرافيتي والجرافيتي يعني جاذبيه. وده بيحصل يا سيدي لما يحصل يعني يتعرضوا ليها بان ايكوال فورم. خلي بالك ان دي الموست كومن. عارف موست كومن ليه؟ علشان all plants، واعرف دي مهمه، all plants perform tropism. كل النباتات بتعرف تعمل التروبيزم ده. بص احنا من شويه قلنا الميموزا كان بيستجيب للتاتش وبيستجيب للداركنس، بس مش كل النباتات كده، انما التروبيزم كله. هنا عندنا 3 صور او 3 اشكال منه. فوتوتروبيزم وهو انحناء ضوئي، عشان فوتو معناها ضوئي، جيو جايه من الجاذبيه فدي انحناء ارضي ليه علاقه بالجاذبيه. وفي هيدروتروبيزم وده انحناء مائي بيكون عندنا باتجاه الميه. الفوتوتروبيزم ده بقى اهو قال لي ريسبونس استجابه البلانت بارتس تو لايت للضوء، وده بيعمل كيرفيتشر بيعمل انحناء البلانت بارتس تورد اور اواي فروم ات، يعني انحناء الاجزاء بتاعه النبات بالقرب او البعد من النبات. وانت عارف ان الاستم هيروح للضوء والروت هيبعد. دي تجربه زي اللي عملناها بمنتهى البساطه. ادي نبات لما تعرض الى الضوء من هذا الجانب، جانب واحد كان موجود جوه دارك بوكس بس الضوء بيدخل له من هنا، لقينا يا سيدي ان الاستم بينحني باتجاه اللايت سورس، اما الروتس بيبعد عنه. موضوع بسيط. ده خلى ان الاستم يبقى يتقال عليه بوزيتيف فوتوتروبيك والروت يتقال عليه نيجاتيف فوتوتروبيك. هنا يا شباب كلمة سيدلينج هي ناقصة ال هنا، وين سيدلينج يعني نبات صغير يتعرض للضوء من جانب واحد. بقول لك بقى اهو ذا شيدد سايد، شيدد يعني المظلم. بص هما كده مش بينموا زي بعض. الجانب المظلم هينمو اسرع من الاليومينيتد، اليومينيتد يعني مضيء،
يبقى يا جماعه اهو طالما بدا يبقى في عندي هنا نمو من جانب او بادئ الضوء بيجي من جانب واحد، فالجانب المظلم اللي هو بعيد عن الضوء، انت المفروض عارف دلوقتي ان في اوكسجينز اكتر بقى بينمو اسرع من الجانب المضيء، فالستيم قرب من طبعا مصدر الضوء. الروتس العكس، هتبص تلاقي في الروت الجانب اللي فيه اوكسجينز اقل بينمو اسرع، واللي فيه اقل ده اللي هو ايه؟ الاليومينيتد. والسطرين دول لو مش مركز فيهم سيبهم دلوقتي هنرجع لهم. ايه تفسيرنا بقى للفوتوتروبيزم؟ قال لك والله العالم اللي فسر الكلام ده اسمه بويسن جينسن. خلي بالك عشان بويسن جينسن ده هيبقى ليه تجارب دلوقتي هيعملها على الاوت سيدلينج. اوت اللي هو الشوفان، سيدلينج اللي هم بيقولوا عليها بالعربي بادرات النبات. بادرات النبات اللي هي النباتات الصغيره يعني. فبدا يشرح الفوتوتروبيزم على هذا النبات، وبيقول لك بص الموضوع ده كله كنترولد بماده كيميائيه اسمها الاوكسنز. الاوكسنز دي يا شباب هي الهرمونات النباتيه، كيميكال سبستانس، وتحديدا هي ماده اورجانيك. هتلاقي ان هي بتطلع من التب قمه النبات، وقلنا كمان بتطلع من البض، وهتلاقي ان هي بتتاثر بالعوامل الخارجيه. يعني ايه يا مستر عوامل خارجيه؟ قال لي يعني بتبعد عن الضوء وبتقرب من الميه وبتروح للجاذبيه، يبقى العوامل اللي بتاثر عليها اهو. اشهر نوع من انواع الاوكسنز اسمه اندول اسيتيك اسيد IAA. هذا الشخص pointed to اشار الى ان عندنا بالمنظر ده الاوكسنز على الجانبين لو هم يا باشا متوزعين بشكل ان ايكوال هيعملوا تروبيزم. يعني بص الصوره، لو الضوء جاي بشكل فيرتيكالي توزيع الاوكسنز 50-50. طب لما جه من جانب واحد بص السهم الاسود قال لك الاوكسنز راحت الناحيه دي، والنتيجه ان حصل الونجيشن لهذا الجانب اسرع من الجانب الثاني، فطبعا ده تسبب عندي في حدوث التروبيزم زي ما حضرتك شايف. طيب في اختلاف عندي هنا في الاوكسنز ما بين الستيم والروت. طبعا في اختلاف. ايه الاختلاف؟ قال لي بص تركيز الاوكسجين اللي محتاجينه للستيم اعلى، يعني التركيزات العاليه في الستيم تحفز النمو، اما التركيزات العاليه في الروت هتلاقي انها بتعمل له انهبت يعني توقفه. بص اهو الريلاتيف هاي اوكسجين بتستيميوليت يعني تحفز الاستطاله في الستيم، لكنها انهبت توقف الاستطاله في الروتس. وعشان نعرف بقى نفسر الكلام ده اكتر واكتر، تعال نشوف شويه تجارب عملها لنا الباشا اللي اسمه بويسن جينسن ده على نبات القوت اللي هو نبات الشوفان، وتعال نشوف الراجل ده عمل ايه. اول تجربه اللي هي بالنسبه لنا كده تجربه كنترول كده دايما بنقارن بيها، لو الضوء جاي على نبات الشوفان من فوق بشكل فيرتيكالي. طبعا انت متوقع تفسيرك ايه؟ الاوكسجين هيكونوا يمين زي شمال مش فارقه، وبالتالي هنا نو تروبيزم. ليه؟ because the oxygens are equally distributed. الاوكسجينز متوزعه على الجانبين زي بعض. التو سايدز بتوع البلانت هيجرو ايكوالي. يعني يا مستر هنا نو تروبيزم بس في جروث او جروز فيرتيكالي ابورد لاعلى عادي. طب الراجل كان عايز يثبت ان التب هي اللي بتفرز الاوكسجينز، عمل ايه بقى؟ قام قاطع التب. بص بقى هيحصل ايه دلوقتي؟ ولا الاول قبل دي استنى نجيب الضوء من جانب واحد قبل ما نروح على القطع. طب ما تيجي نجيب الضوء من جانب واحد. قلت له تمام. لو احنا يا سيدي جبنا الضوء من هنا ايه اللي هيحصل؟ قلت له ما انت فاهم ان الاوكسجينز هيبداوا يتحركوا بعيد عن الضوء، يبقى في جانب فيه اوكسجينز اكتر وجانب فيه اوكسجينز اقل، وبالتالي هيبقى في جانب بينمو اسرع وجانب بينمو ابطا. يعني هنا هيكون في تروبيزم. هنا التروبيزم اوكير ديو تو ذا ان ايكوال جروث، فالنمو هنا مش هيبقى فيرتيكالي، لا هتلاقي ان هو بينمو في جانب واحد. طب عشان نثبت ان الموضوع له علاقه بالتب، الباشا قطع التب. بص التب اهي اتقطعت واصبح عندي النبات، بص عشان بيطلقوا عليه مصطلح غريب شويه بالنسبه لك، decapitated plant. لما تشوف الكلام ده السنه الجايه decapitated stem معناها ان التب اتشالت، التب is removed. بازاله التب وتجيب لي الضوء من جانب واحد، خلي بالك هتلاقي ما بيحصلش اي حاجه. يعني ايه؟ استاذ الفاضل هو دلوقتي مفيش اصلا اوكسجينز، انا عندي التروبيزم بيحصل بسبب الان ايكوال ديستريبيوشن اوف اوكسجين، فطالما ما عادش فيه اوكسجين سورس، ما عادش فيه حاجه تفرز اوكسجين، خلاص. يعني ايه؟ قلت له يعني نو تروبيزم. وعايز اقول لك بقى كمان نو فيرتيكال جروث. لو انت فاهم
ركز يا حبيبي كده، ما عادش فيه فيرتيكال جروس. ليه يا مستر ما فيش فيرتيكال جروس؟ يا ابني ما انا قطعت التب اللي كانت بتطلع الهرمونات اللي بتخلي النبات ينمو، ما عادش فيه نمو اصلا لاعلى، ما عادش فيه. واحد بيقول لي مش هيبقى فيه نمو من البادز. البادز بتبقى مسؤوله عن نمو النبات جانبيا، لاترال جروس، دي حاجه ودي حاجه. لكن انا بتكلم دلوقتي على الفيرتيكال جروس، مفيش. طيب هيعمل ايه؟ الباشا هيكمل والله. هيعمل ايه بقى؟ قال لي الباشا دلوقتي هيبدا يرجع التب. طب انا هرجع التب تاني يا عم، ما تزعلوش نفسكم. هلزقها، هتلزقها بايه بقى؟ قال لي بلزقها بماده هنا اسمها جيلاتين او اجار، والضوء جاي من الناحيه دي. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ قال لي اللي هيحصل ان التب موجوده في الاوكسنز، اسف، موجوده في التب، ولما الضوء يجي من جانب واحد هتبص تلاقي ان الاوكسنز هتقعد تتحرك بعيد عن المصدر بتاع الضوء. الفكره هنا بقى لسه قايل لك من شويه ان الاوكسنز اصلا بتبدا تديفيوز داونورد، وعايزك تكون عارف ان الاوكسنز عشان دي هنركز عليها بعد كده، ديفيوز يعني تنتشر عادي جدا ثرو من خلال الجيلاتين او الاجار، هيبداوا يعدوا وينزلوا على تحت، وبالتالي مع الوقت هتلاقي ان التروبيزم رجع. حبيب قلبي هنا هيبدا يحصل تروبيزم، ان الجانب ده هينمو اسرع. ليه؟ عشان الجيلاتين والاجار بيخلوا الاوكسنز تعدي بسهوله، فكده التروبيزم اوكيرز. لما قعدنا التجربه بقى، هتعيد التجربه ازاي؟ قال لي بص، جبنا نبات قطعنا التب بتاعته وبعد كده رجعناها تاني، بس المره دي فصلناها بحاجه من الصفيح اسمها مايكا شيت. المايكا شيت ده حاجه ميتاليك، وبعد كده جبت الضوء من هذا الجانب. ايه اللي حصل؟ قال لي اللي حصل ان الاوكسنز بدات تهرب من الضوء وبقى في جانب فيه اوكسنز اكتر. بس هنا ايه بقى؟ الاوكسنز ما بقتش عارفه تعدي من المايكا شيت. الاوكسنز don't diffuse through مايكا، ما بتعرفش تعدي من خلال المايكا شيت. طب وايه النتيجه طالما الاوكسنز ما بتعديش من المايكا؟ خليني اقول لك ان كده ما بقاش فيه تروبيزم. ليه يا عمي؟ قلت له عشان الجانبين بالمنظر ده ايكوالي جرو، يعني الجانبين هتلاقيهم كده قد بعض في النمو. ما هو ده زي ده هينمو زي ده. ليه؟ علشان مفيش اوكسنز بتعدي. او ممكن هنا كمان اقول لك ان مش هيبقى فيه جروس بشكل كبير اصلا فيرتيكالي عشان الاوكسنز ما بتعديش، اسف. فهنا مفيش تروبيزم ومفيش جروس، لان كده كده المهم بالنسبه لي ان المايكا مش هتعدي الاوكسنز، اما هنا الجيلاتين او الاجار كانت بتعدي الاوكسنز. تعال نشوف مع بعض الجزء ده كده في التجارب عامل ازاي. بص انا هنا يهمني الصور، يعني الصور بتلخص لي الدنيا. لو احنا هنا يا جماعه جبنا القوت، جبنا نبات الشوفان وخليناه يتعرض للضوء من جانب واحد، بص اللي حصل، تروبيزم يا باشا. ما عادي، ما هو اتعرض للضوء من جانب واحد، فالاوكسنز بدات تهرب من هنا لهنا، وخلت طبعا الجانب ده اللي هو البعيد عن الضوء يبقى فيه اوكسنز كتير. طيب لو احنا بقى رحنا قطعنا 1 أو 2 مللي من التب، اللي هو يعني انت خليته كده decapitated، عشان الكلام ده هيجي لك في اسئله الواجب. decapitated يعني ازلنا التب. ببص كده لقيت ان مفيش، لقيت ان التب هنا اللي هي كانت مصدر افراز الاوكسجين اتشالت، وبالتالي مفيش تروبيزم. فقد النبات القدره على تروبيزم طالما شلت التب. طب رقم 3 بيقول لك بقى ايه؟ الديكابيتيتد، هتلاقي ان هي هترجع مره ثانيه، هنرجع عليها التب ونحطها عن طريق الاجار. قلت له اللي هيحصل يا مستر ان كمان شويه هتلاقي ان الاوكسنز هتخلي طبعا الاوكسنز هي ديفيوز عن طريق الجيلاتين، ويبدا يحصل عندي تروبيزم عادي. طيب في الاخر حطيت مايكا، بص لما حطينا المايكا ما عدتش، وبالتالي فقدت قدرتها على التروبيزم. يبقى هنا استعادت قدرتها على التروبيزم، اما تحت ما قدرتش. ومفروض هنا على فكره الصوره دي مش مظبوطه، المفروض يبقى هنا في انحناء بالمنظر ده. يبقى عموما دي تجارب عملها الباشا اللي اسمه بويسن جينسن. خلاص احنا بنخلص عشان الناس اللي زهقت. هنا بقى الجيوتروبيزم ده كان ليه علاقه بالجاذبيه. اتفقنا يا جماعه لو البلانت محطوط فيرتيكالي هتلاقي ان الروت بينمو لاسفل وان الستيم بينمو لاعلى. انما يا جماعه لو احنا جينا حطينا البلانت بص كده اهو بشكل هوريزونتال، هتلاقي ان الستيم مع الوقت بدا ينمو لاعلى، كيرف ابورد بعيد عن الجاذبيه. اما الروت هينمو باتجاه الجاذبيه لاسفل.
والكلام ده نفس الفكره برضو هيكون ليه علاقه بتوزيع الاوكسجين. انت لما تخلي النبات يكون بالمنظر ده هقول لك ان الاوكسجينز ار unequally distributed. هذا الجانب هيكون فيه اوكسجينز اكتر، الجانب اللي تحت، والجانب العلوي هيبقى فيه اوكسجينز اقل. وهنا بقى لو انت بتتكلم عن روت الموضوع هيختلف. بص تعالى كده نتخيل، ادي النبات اهو، بدل ما كان فيرتيكال خلناه هوريزونتال. اللور سيرفيس فيه اوكسجينز اكتر. لو روت اللور سيرفيس كده هيبقى نمو بطيء، الابر سيرفيس هينمو اسرع، فتبص تلاقي ان النمو لتحت. انما لو انا ستيم بقى، بص لو انا ستيم كده كده اللور سيرفيس هتلاقي فيه اوكسجينز اكتر، فتبص تلاقي ان اللور سيرفيس بينمو اسرع، فتبص تلاقي ان هو بياخد النبات والستيم ويطلع بيه على فوق. ده هنا كده بالنسبه للقصه بتاعه الجيوتروبيزم. اما الهيدروتروبيزم هي استجابه طبعا للميه او الرطوبه، وتحديدا الروتس. قلت لك ان الستيم ملوش علاقه، الروت بوزيتيف لانه بيروح باتجاه الميه. بص الاوكسجينز اكيوميوليت في الجانب المواجه للميه. هنا لو بصيت في الصوره هتلاقي بص الروت بدا ينمو في الاتجاه اللي فيه الوتر اهو، وده هيخلينا نخلص بقى ونفنش كده وافكرك ايه العلاقه ما بين الفوتوتروبيزم والجي والهيدرو متلخصين في جدول بالنسبه للستيم والروت. بص الستيم ملوش دعوه بالميه لكنه بيحب الضوء، بوزيتيف في الضوء ونيجاتيف في الجيو. طب الروت هتلاقي ان هو بيحب الجاذبيه، بوزيتيف ونيجاتيف. بص بقى هتلاقي ان الستيم ما بيتاثرش بالمويستشر. في ملاحظه هنا هيجي لك عليها سؤال بعد كده وهي الروتيشن. انا لو عملت اي تجربه من تجارب التروبيزم وفي روتيشن هتلاقي ان مفيش تاثير. ليه؟ علشان يا استاذ خلي بالك، ركز معايا، هتلاقي ان الروتيشن اصلا هيدوخ اللايت سورس، او هيدوخ حاجه. يعني مش فاهم، قال لي النبات دلوقتي لو انا كنبات واللايت سورس عندي هنا اهو، لو انا دلوقتي واقف الجانب ده مضيء، طب انا لو بلف طب ما كمان شويه الجانب المضيء ده هيبقى مظلم، وبالتالي دايما اي روتيشن بيمنع تاثير التروبيزم. يبقى الروتيشن هتلاقي ان هو دايما بيمنع تاثير التروبيزم. اتمنى يعني ما نكونش طولنا عليك النهارده، حاولت اخلي المحاضره النهارده سريعه شويه. الجزء بتاع التروبيزم ده كده كده معانا تاني في ثالثه ثانوي وهنوضحه تاني، ولكن يعني شيء حلو ان انا اخد فكره عنه دلوقتي علشان يسهل عندي الموضوع بعد كده. كده خلصنا حصصنا وخلصنا كورس التاسيس، يتبقى بس السؤال بتاع الحلقه بتاع كل يوم. السؤال بتاعنا النهارده سؤال بسيط عشان بقى ايه الكل يشارك بانه اخر سؤال عندنا. تروبيزم اللي هي ظاهره الانحناء في النباتات بتظهر فين؟ هل في الميموزا بلانت اونلي نبات المستحيه بس، ولا الاود بلانت اونلي اللي هو نبات الشوفان، ولا البين بلانت فقط نبات الفول، ولا اول بلانتس كل النباتات؟ سيب لنا بقى الاجابه بتاعتك في الكومنتس في التعليقات تحت، وان شاء الله ان شاء الله تكون اجابه صحيحه. اتمنى نكون وفقنا معاكم في كورس التاسيس. اتمنى دلوقتي تكون جاهز لبدايه ثالثه ثانوي ان شاء الله بشكل يعني سليم. ارتاح بقى كده شويه علشان ان شاء الله قريب جدا راجعين لك ببدايه ثالثه ثانوي، بدايه قويه جدا سواء كنت طالب اونلاين او طالب سنتر. بالتوفيق يا دكاتره، ان شاء الله اشوفكم على خير قريب. مع السلامه.